بلا شك ودون نقاش دي كانت 3 نقاط مهمة جدا لريال مدريد. على الأقل الفوز في المباراة دي أبقى الريال على قيد الحياة في الدوري الإسباني، خصوصا إنه الريال كان عنده 10 غيابات، 3 لاعبين بسبب الإيقاف و7 لاعبين بسبب الإصابة. فأي فريق تاني يكون عنده نفس العدد ده من الغيابات أكيد حيتأثر. ولكن الرسم الخطط اللي أربلوه في المباراة صراحة يعني ما كان أحسن حاجة. يعني أنت داخل الماتش بخطط 4-4-2 ومحول فيني لمهاجم صريح، وهو أصلا ما بيعرف يلعب أو يتمركز كمهاجم صريح، ومهاجمك الوحيد كان على الدكة ومعتمد على فيني ودياز. سيبكم من ده كله، أنا كنت بضحك لما كنت أشوف أرنولد بيعمل عرضية هوائية. أنا ما أعرف الراجل ده اللي قال لي منه إنه فيني ودياز ممتازين في الكرات الهوائية، منتهى العبث. لكن يا جماعة الريال عندهم حارس مرمى كألف. أنا بالنسبة لي كورتوا أفضل لاعب في موسم الريال الحالي دون نقاش. مستحيل تنتهي مباراة لريال مدريد من غير الراجل ده ما يكون عنده تصدي حاسم. مباراة الأمس كان في أفضل الأحوال للريال حتطلع تعادل، ولكن الراجل ده في الشوط الأول هو كان السبب الرئيسي في إنه سيلتا فيغو ما يقدر يسجل أكثر من هدف. تشواميني مستواه ماشي في تحسن ومسجل تقريبا للمباراة الثالثة على التوالي، وكان عنده أدوار مهمة جدا في وسط الملعب. أرنولد باعتقادي كان هو السبب في هدف التعادل اللي سجله إغليسياس، لأنه سمح للاعب سيلتا فيغو إنه ياخذ الكورة مع إنه هو كان الأقرب. صدقوني الراجل ده حيعاني أمام السيتي في وجود دوكو وسيميني ومرموش. في لقطة كده في الدقيقة 75 لفينيسيوس والمباراة 1-1، ولعبة الريال مستميتين إنهم يسجلوا الهدف الثاني، ولكن فيني أخذ الكورة وبالقرب من الراية الركنية وكان بيستعرض وحاول يعمل لقطة فنية وفشلت. أنا صراحة لو كنت مشجع لريال مدريد كنت حاستفز جدا، ولو كنت مدرب كنت حطلع من الماتش، ولكن أربيلو مستحيل يعمل كده. وفي لحظة التعادل كان سيد الموقف والكل افتكر ان المباراة في حكم المنتهية، ولكن فالفيردي كان عنده راي تاني، اطلق صاروخ الكرة تضرب في المدافع وتغير اتجاهها، هدف في اخر دقيقة انقذ الريال انه يتعثر للمباراة الثالثة على التوالي ويقلص الفارق بينه وبين برشلونة مؤقتا الى نقطة.